هنا القاهر هنا ايه هنا الزمالك. سيديهاتك كلها عندي وفيديوهاتك كلها عندي وفيديوهات فاضحة وكل حاجتك عندي أشرف يا صبحي. طب نكمل الفيديو الأول عشان نعرف فيه ايه والخناقة دي مع مين. يلا بينا. بعد طرده من الجهات الأمنية مرتضى منصور يهدد الدولة المصرية، ووزير الشباب والرياضة أشرف صبحي والنادي الأهلي والكابتن محمود الخطيب، ويعلن أنا الأسد. وفي النهاية لابد الأسد إنه يفوز ويهدد كل أركان الدولة المصرية. بس قبل ما ندخل في تفاصيل الخبر، لو أنت أهلاوي أصيل اضغط لايك واشترك في القناة لنرى كم عدد محبي النادي الأهلي، حيث أن الجهات الأمنية بالأمس قامت بطرد مرتضى منصور من النادي الزمالك وإخراجه من مقره وأيضا من مكتبه في النادي الزمالك وأمام الجميع، ليجن جنون مرتضى منصور ويعلن الحرب على الجميع. بالأمس واليوم دخل على الخط فورا مرتضى منصور مرة أخرى بتصريحات خطيرة جدا جدا يهدد فيها أركان الدولة المصرية، نقلها موقع كورة كل يوم، عندما قال أن مرتضى منصور رئيسا لنادي الزمالك لمدة 5 دورات، ولذلك هناك تآمر واضح من كل أركان الرياضة المصرية. ومرتضى منصور لن يقف مكتوف الأيدي. هناك إشاعات تمت بأنني تم طردي من مكتبي في النادي الزمالك، وهذا لم يحدث إطلاقا. كل الذين يحاولون إخراج إشاعات على مرتضى منصور أعلمهم بالواحد، وأعلم الجميع بأنني لن أقف مكتوف الأيدي وسأعاقب الجميع، أولهم محمود الخطيب اللي الكل بيقول عليه إن هو أسطورة عالمية وأسطورة حية على الأراضي المصرية. وأقسم بالله، أقسم بالله محمود الخطيب ده واحد هجاص ما بيعمل أي حاجة، وهو عبارة عن أسطورة ورق. نفسي حد يقول لي ايه بطولاته وايه اهدافه، وكمان حد يجي ويقول لي هو عمل ايه مع المنتخب الوطني. اللاعب عشان يكون اسطورة لازم يكون عمل حاجة لمنتخب بلاده، وهذا الرجل لم يفعل شيء. والجميع في الدولة المصرية يقوم بتهديد مرتضى منصور لأجل عيون محمود الخطيب. يا جماعة، يا جماعة، ده أسطورة ورق. أما بخصوص الوزير أشرف صبحي فهو وزير فاسد ويعمل كل شيء من أجل مصلحة نادي الأهلي في هذا العام. قبل كده كان عادل، والآن نراه واقفا قلبا وقالبا مع النادي الأهلي وضد نادي الزمالك. ولا أعلم لماذا. لابد على وزير الشباب والرياضة أن يكون عادلا بين كل فرق الدوري المصري وبين كل الفرق المصرية، وليس النادي الأهلي فقط. انظروا، عندما يتكاتف الجميع خلف النادي الأهلي نجد انهيار تام للمنتخب الوطني، ولكن ها أنا مرتضى منصور. حلوها أنا دي، ما علينا. ولكن ها أنا مرتضى منصور أتحدث إليكم من داخل النادي الزمالك، وكل من قاموا بتشويه سمعتي أعلمهم بالواحد، وأقسم لهم أمام الجميع بأنني لن أقف مكتوف الأيدي، وسأقوم بتعذيبهم على المدى القريب. أبو لهب حضرته. ولكن هناك رسالة واضحة جدا للسيد رئيس الجمهورية السيد المشير عبد الفتاح السيسي، دي من مرتضى منصور مش مني. نركز في الكلام، مرتضى منصور اللي بيقول مش أنا. أين أنت مما يحدث داخل نادي الزمالك؟ أين أنت من هذا العار والكفر؟ كفر إيه، هم إخوان ولا إيه؟ والفجور لدى الرياضة المصرية، والجميع يتكاتف حول النادي الأهلي وكلهم يقفون سدا منيعا ضد نادي الزمالك وضد كل الفرق المصرية. حاسة ان احنا دلوقتي هنأمم قناة السويس، وخصوصا الفرق الشعبية. هنا الزمالك، هنا القاهرة، هنا المصري، هناك الترسانة التي لم يعد لها وجود على الإطلاق، هناك برازيل الكرة المصرية النادي الإسماعيلي، هناك غزل المحلة وكثير من الأندية الشعبية. هذا الرجل الفاسد الذي يدعى وزيرا للشباب والرياضة قام بخرابها،
ينظرون ويتكاتفون من أجل النادي الأهلي ولأجل إرضاء محمود الخطيب. مرتضى منصور رئيسا لأكبر نادي في الشرق الأوسط. مرتضى منصور رئيسا لقناة الزمالك. مرتضى منصور هو من حصل على ثلثي بطولات نادي الزمالك عبر التاريخ. مرتضى منصور أفضل رئيس نادي عبر التاريخ للنادي الزمالك. ها هو الآن يتحدث إليكم ويقف من مكتبه داخل النادي الزمالك، وكل الذين يتكلمون ويقولون بأن الجهات الأمنية بأمر الوزارة المصرية قامت بضرب وطرد مرتضى منصور، أؤكد لكم وأؤكد للجميع بأنني سأعود مرة أخرى لرئاسة النادي الزمالك. فالزمالك هو مرتضى ومرتضى هو الزمالك، مفهومة يعني لوحدها مش محتاجة كلام. وجمهور الزمالك الحقيقي يعلم من هو مرتضى منصور الذي لا يبخل بنقطة عرق واحدة لكن من أجل إسعاد كل جماهير نادي الزمالك وكل انتقالات. أعمل على جذب اللاعبين المميزين لدى نادي الزمالك من أجل مقارعة الكبار، وأسعى جاهدا لأجل الحصول على البطولة الإفريقية الغائبة عن النادي الزمالك منذ 22 عاما، من زمان قوي بصراحة. ولكن الكل يرى أن الزمالك كل عام يخرج حصل المجموعة، وهذا بسبب الوقوف ضده لدى الدولة المصرية والرياضة المصرية وليس من الخارج، وكلهم يقومون باحتواء النادي الأهلي لا أعلم لماذا. هنا الزمالك، هنا العظمة، وهنا التاريخ. وأؤكد لكم العام القادم سأكون رئيسا للزمالك، وسألتهم كل البطولات مع نادي الزمالك، وسأجعل كل جمهور الزمالك يفتخر بناديه ويفتخر برئيسه مرتضى منصور. كان فيه من زمان برضو الكلام ده يعني. وفي الوقت القريب سأفضح الجميع وأمام الجميع. هناك طبعا سيديهات قوية، طالما مرتضى منصور يبقى سيديهات مع مرتضى منصور لدى كل رؤساء الأندية ومحمود الخطيب والوزير أشرف صبحي. ختاما، لا تنسى ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله، ولايك واشتراك القناة حتى يصلك منا كل جديد. بس قبل ما تقف الفيديو ثواني، انزل تحت واكتب لي تعليقك وقول لي انت رأيك ايه في كلام مرتضى منصور، ويا ترى ايه توقعك لمصيره في الفترة اللي جاية، وهل هيستمر رئيسا للنادي الزمالك فعلا ولا كل الكلام ده هجس فهجس؟ عايزين نعرف وعايزين نتوقع من بعض. وكمان ما تنسوش انا هنزل على المنتدى توقعات لمباراة الاهلي اللي جاية، كل واحد يدخل ويكتب ايه توقعه للنتيجة، علشان التوقع جه صح هنقول اسمه في اول فيديو اللي جاي ان هو كان عامل التوقع بتاعه صح.